انت حرقتي السمنة؟ باباكي اول ما جه من بره قال نفس الكلام، قال لي ايه ده انت حرقتي السمنه؟ قلت له انا اعمل لك ايه، هو انا كنت متربيه مع الجاموس عشان اعرف اتعمل ازاي؟ قال لي بقول لك ايه، انت اصلا شكلك كده عايزه تعيدي عند مامتك السنه دي. قلت له عادي، انا هعمل ايه يعني. اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. على توت السلام. عليه الصلاة والسلام. بصوا انا هشاهدكم وجايباكم انتوا ومليك عشان تشاهدوا معايا في الفيديو دوت. اول حاجه عايزاكم تعرفوا الغلطه فين وتكتبوا لي في الكومنتات، عشان كده لازم تركزوا معايا من اول الفيديو لاخره. انا واحده بعتت لي وقالت لي انا هجيب لك سمنه تجربي عشان لو عجبتك السمنه تتعاملي معايا. قلت لها خلاص اوكي تمام، وجابت لي السمنه اللي انتوا شايفينها دي، وانا اصلا والله ما اعرفش هم دولت قد ايه، بس انا بقول تقريبا حوالي 2 او 3 كيلو. برضو لو عرفتوا انتوا هي قد ايه السمنه ديت ابعتوا لي. المهم انا قلت لها ماشي، قالت لي جربيها بقى ولو طلعت حلوه معاكي اتعاملي معايا على طول وكده. قلت لها خلاص تمام اوكي وهجربها واقول لك، واتفقنا على كده وخلاص. واديني بقى ايه زي ما انتم شايفين، انا جبت الحله بتاعتي على نار متوسطه ونزلت الزبده في الحله وكله تمام لحد دلوقتي، ما عملتش اهو غلطه وماشي. وسامحوني بقى على صوتي لاني داخله على دور برد فعامل معايا عمايل. الحمد لله يعني، ربنا يعافيني ويعافيكم باذن الله. انا جايباكم عشان تشهدوا، بالله عليكم لا تقولوا كلمه الحق، الغلطه فين؟ في السمنه ولا في الست ولا فيا ولا في الحله ولا في البوتاجاز ولا في مليكه ولا في مين؟ المهم ادي النار بوريها لكم اهي. بصوا النار متوسطه مش عاليه خالص، بالعكس يمكن هاديه كمان. وسبتها على النار هي بالدقايق بالظبط، اول دقيقتين مرحلتها بقت بالشكل ده تمام. تاني دقيقتين بقت كده اللي هي عمال تسيح. حاسين بفرق مش حاسين بفرق؟ ادي الفرق بقى اهي، خلاص كده ساحت تماما. وطلعت بقى كل الفوم او الريم بتاعها على الوش، وابتدت كده تحسوا ان هي بقت عامله زي اسمها الايه، اللبن القاطع او الفاصل. آه، مش باين لها معالم لحد دلوقتي تمام. وانا شفت مامتي بتسيحها كده، وشفت سلفتي بتسيحها كده. كانت سلفتي عندي وهي اللي سيحتها لي المره اللي فاتت. وخلاص هي لحد دلوقتي انا ماشيه صح على نفس القواعد تمام. تمام تمام يا مليكة. تمام حلو. حلو حلو يا ليكا. اهم حاجة هما دلوقتي يعملوا ايه؟ لايك واشتراك. لايك واشتراك، برافو عليك. ماشي. المهم بقى الفيديو دوت كده على الهادي مفيهوش اي وصفات ولا اي حاجة، انا جايباكوا شهود يا جماعة. المهم سبتها بقى كده برضه 3 دقايق او دقيقتين، لقيت الحله فارت جدا كانه لبن وملى الحله. يعني بصوا الحله كان اخرها زي ما انتم شايفين علامات الحله باينه. ده انا شلتها من على النار ورجعتها تاني عشان تهدى. معرفش كده العيب في ايه لحد دلوقتي انا مش فاهمه. المهم سبتها دقيقتين تاني رجعنا بقينا بالمنظر ده. اول ما شفتها بالمنظر ده قلت يا سلام انا ماشيه صح. انا استاذه لقطت المعلومه والخبره كده من اول مره. ادي الحله اهوت. قلت بقى هم عملت معاهم كده. بعد كده ايه كل دوت نزل لتحت وبقت سمنه صافيه جدا. هم لما عملوها قدامي عملوها كده وبقت سمنه صافيه. انا قلت بقى مستنيه المفروض ان كل دوت ينزل تحت وتبقى سمنه صافيه. سيبتها بالظبط دقيقتين. اديني بوريه لكم، انا مشاهداكم على كل، يعني كل دقيقتين مشاهداكم عليها عشان تقولوا لي الغلطه فين بجد. الغلطه فيا ولا في السمنه ولا في الست؟ تمام تمام يا ليك. وعاوزه اقول لكم ان الحله من النوع الحلو والله، تقيله جدا ما بتحرقش الحاجه بسهوله. بالعكس يعني كتير بنسى الاكل على على النار في الحله ديت، بلاقي الاكل ما شاء الله زي ما هو او اتلسع لوحده. المهم دقيقتين بالظبط ورجعنا تاني لقيت المنظر ده. ايه ده لحق يبقى امتى ده؟ ولا ازاي ولا ليه ولا فين الغلطه؟ والله ما اعرف. هل بقى كان لازم اطفى عنها لما كانت في المرحله الاولانيه اللي هي قبل الدقيقتين دولت؟ والله ما اعرف بجد انا مش عارفه. بس انا كنت شايفه ان ما ينفعش اطفى عنها لان كانت لسه فيها رواسب على الوش. بس انا مش فاهمه المشكله فين. هل بقى السمنه مغشوشه مش طبيعيه؟ انا برضو مش عارفه. المهم بقى طبعا لما لقيتها كده اتخضيت جدا ورحت كلمت ماما. يا ماما اعمل ايه؟ قالت لي بسرعه اجري ادفع عليها واعملي لها كمادات. قلت لها انا كده كده هنقلها في حله تانية. اولا انا ما بحبش السمنه تبقى في حاجه لا بلاستيك ولا في حاجه الومنيوم، ودي نصيحة مني اعملوها. خلوا السمنة يا في حلة ستانلس يا في تيفال يا في حلة يا في حاجة ازاز يا في سيراميك. دي حلة سيراميك متخربشة زي ما انتوا شايفين، ما بستخدمهاش قوي فانا بحط فيها ايه السمنة. وزي ما انتوا شايفين اهي دي منظر السمنة.
يعني يشرح القلب يشرح القلب. أنا نفسي أعرف والله المشكلة في أنهي حتة. أنا والله ما قادرة أتكلم للبرد، بس باعمل لكم الفيديو دوت عشان جايباكم شهود وتقولوا لي بصوا يا نهار أبيض، بصوا قعر الحلقة والله مش عارفة. بس عايزة أقول لكم على حاجة، والله رغم إن شكلها كده بس طعمها حلو أوي، أوي بجد، وريحتها حلوة، وطعمها مش باين أي حاجة فيها، هي لونها بس، لونها بس اللي متغير، يعني هي لون فقط، لكن طعمها تحفة، وريحتها تحفة، ريحتها كانت مالية المكان حلو أوي، ولمّا باعمل بيها الأكل بالعكس، ده لمّا باعمل بيها الأكل بيقولوا لي: "الله السمنة ديّة حلوة أوي." أنتم متخيلين؟ باقول لهم والله يا جماعة دي بالسمنة المحروقة، ما حدش بيصدّق إن طعم الأكل اللي بيطلع معايا بالسمنة دي، وباعمل بيها حلويات، وباعمل بيها كل حاجة، يعني كمان الحلويات من النوع اللي بيبان فيها الحاجة بسرعة، والرز الأبيض بيبان فيه الحاجة بسرعة، والبطاطس المهروسة، يعني باقول لكم على الحاجات اللي بيبان فيها إيه، الحاجة سواء طعمها حلو والّا لأ، يعني ساعات لمّا يكون السمنة طعمها مش حلو، بيبان في الحاجات ديّة، لإنها بتبقى أكل الطعم فيها مباشر، يعني الرز مش بنحط عليه نكهات، الرز اللي بالشعرية ما بيبقاش عليه مثلًا توابل إنه هيضيّع طعم الحاجة، فاهمني؟ والبطاطس المهروسة مهما حطينا عليها توابل، الطعم الزيت أو السمنة اللي بنحط عليها هو ده طعم مباشر فيها، عشان كده باقول لكم. والفول، الفول السادة باحط عليه السمنة طعمها بيبقى تحفة. إذًا العيب ما اعرفش في مين، اللي يعرف العيب في مين بجد يكتب لي في الكومنتات، إيه اللي أنا عملته غلط أو إيه المشكلة، العيب في الست، العيب فيّا، العيب فيكم، العيب في مين، ما اعرفش. أكيد العيب فيكم عشان مش بتعملوا كومنتات، بس لايكات. بس أنا هاستنى كومنتاتكم وهاشوف رأيكم إيه في الموضوع ده، علشان يا جماعة إحنا واقفين وعاملين خلاف، ومجهزة شنطتي، أقعد والّا أستنى، والّا الست هي اللي المفروض تغضب أصلًا؟ الله أعلم. على العموم ده اللي حصل وحبيت أوريكم تجربتي، كل سنة وأنتم طيبين ويا رب دايمًا بالهنا معانا مصطفى.